السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي صحة وفي سعادة. وأهلا وسهلا بحضراتكم جميعا بفيديو جديد. المغرب دولة بسم الله ما شاء الله ذات اقتصاد قوي، لأنها دولة منتجة وبتقوم على مشاريع كبيرة وعملاقة، والمشاريع دي بتساعد في تحسين الاقتصاد وتوفير فرص عمل كبيرة جدا، وكمان بتجعلها دولة ليها شأنها في المجتمع، لأنها دايما محط أنظار للعالم كله في المشاريع والإنجازات والتقدمات، لأنها وصلت لمرحلة التصنيع والتصدير والمنافس طبعا بمنتجاتها بين الدول الأجنبية. فده في حد ذاته حاجة كويسة جدا لما نشوف المنتجات العربية تغزو العالم والجميع يتباهى بيها. لازم كده نفتخر بالمغرب وبالمكانة العظيمة والمرموقة اللي وصلت ليها. هنشوف في فيديو النهاردة مشروع عظيم جدا من ضمن سلسلة إنجازات عملاقة في المغرب. نشوف مع بعض الفيديو وبإذن الله نعلق في مضمون الفيديو. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في الحصيله. القسم الاول نخصصه لاهميه المركب الصناعي لمحركات الطائرات التابع لمجموعه سافران الذي ترأس جلاله الملك حفل اطلاق اشغاله بنواصر. القسم الثاني نتابع فيه تفاصيل الوثيقه الشامله التي تم التوقيع عليها في شرم الشيخ بشان الاتفاق بين اسرائيل وحركه المقاومه الاسلاميه حماس، ونختم بحظوظ الحكومه الفرنسيه الجديده في الصمود. اهلا وسهلا بكم معنا. يسعدنا كثيرا أن يكون معنا في القسم الأول من مكتبنا بالرباط الدكتور خالد أشيبان، وهو خبير مالي واقتصادي. أهلا وسهلا بك دكتور معنا. كما يسعدنا أن يكون معنا من الدار البيضاء الأستاذ المهدي فقير، وهو محلل اقتصادي. أهلا وسهلا بك معنا دكتور خالد أشيبان. نحن نتحدث عن مركب صناعي لمحركات الطائرات ذي صيت عالمي بمجموعة لها ما تقول ولها صيت دولي كذلك في صناعة الطائرات. نريد أن نتحدث أولا عن أهمية هذا المركب وكيف سيكون أداؤه في الاقتصاد الوطني. مساء الخير أستاذة جوهرة، وشكرا على الاستضافة. صراحة هو يعني اليوم هي انطلاقة لخطوة جديدة إضافية في مسار توطين يعني الصناعات المرتبطة بقطاع الطيران في المغرب. تعرفين أننا بدأنا قبل سنوات عديدة، يعني عقدين من الزمن. شركة سافران التي نتحدث عنها اليوم موجودة في المغرب منذ 25 سنة، عندها مشاريع في المغرب، وهذا مشروع إضافي يعكس أن هناك ثقة من المستثمرين سواء المتواجدين أو الذين يطمحون إلى يعني إلى إيجاد فرص في المغرب. هناك ثقة في المغرب، هناك مصداقية للبلد عند المستثمرين الأجانب خصوصا في قطاع الطائرات. رقم المعاملات ديال القطاع تحسن بشكل كبير، انتقلنا من مليار درهم إلى ما يفوق 26 مليار درهم السنة الماضية، وبالتالي هذه خطوة إضافية لتعزيز هذا الرقم لدعمه ليصبح أكبر. نعرف أن القطاع هو موجه إلى أساس إلى التصدير، وبالتالي يساهم في سد العجز ديال الميزان التجاري، يساهم بشكل جيد. نطمح أن يساهم بشكل أكبر، وذلك من خلال رفع رقم المعاملات. الأهم هو أن هناك اليوم تنويع في النشاط. هذه الشركة عندها يعني مواقع أخرى كتصنع أجزاء أخرى. اليوم نتحدث على تجميع وتجريب المحركات، هذا شيء أساسي وجيد، يعكس كذلك أن هناك ثقة من هذه الشركة في المغرب باش تجيب هذا النشاط بالضبط. لنقل كنهضروا على نقل التكنولوجيا، لأن ما نساوش أن المغاربة هما اللي غيشتغلوا في هذه المصانع. يد عاملة مغربية اليوم يتم تأهيلها في المعهد المهني للطيران، غتستفد من هذه التقنيات ومن هذه التكنولوجيا. كل هذا يصب في تعزيز يعني النشاط الاقتصادي، تعزيز النمو الاقتصادي، إيجاد فرص شغل للشباب المغاربة. كنعرفوا أننا اليوم في حاجة إلى أكبر عدد من فرص الشغل، كاين نسبة بطالة مرتفعة، وبالتالي هذه هي الأجوبة اللي خصها تعطى مثل هذه المشاريع الملموسة الواقعية اللي كتعكس أن هناك رؤية، أن هناك استراتيجية، أن هناك
يعني سياسة مندمجة فيها العديد من القطاعات. هناك شيء آخر جيد هو الربط جميع مواقع الشركة بالطاقات المتجددة، يعني أننا ننخرط في المستقبل، أننا نفكر في طرق تضمن الاستدامة، سواء فيما يخص يعني الطاقات اللي كنستعملوها هي طاقات مستقبلية، وبالتالي هناك إرادة تعكس هذه الاتفاقيات بأن المغرب يطمح أن يجد له موقعا بين الكبار في هذه الصناعة المرتبطة بقطاع الطيران، ولكن ماشي بأي وسيلة، بوسائل معقلنة، بوسائل يعني تضمن استدامة وبرؤية واضحة. اليوم كنشوفوا النتائج ديالها من خلال ارتفاع العدد ديال المستثمرين الأجانب اللي كيطمحوا أنهم يجيو ويكونوا في المغرب. وكيف ما كنعرفوا المستثمر ما كيوضعش الأموال ديالو إلا إذا كان كيشوف بأن هناك فرصة، هناك استقرار، هناك بنية تحتية، هناك يد عاملة مؤهلة. ما كيلوحش كيف ما كنقولوا بالدرجة، ما كيلوحش الفلوس ديالو في أي بلاصة، رأس المال جبان. وبالتالي ما يحدث اليوم يعكس الثقة الكبيرة ديال المستثمرين في الصناعة في المغرب. طيب لماذا المغرب الأستاذ المهدي فقير كما تحدث الدكتور خالد أشيبان؟ فعلا رأس المال جبان، لماذا تختار شركات بهذا الصيت العالمي المغرب؟ سيدتي الكريمة، المغرب انخرط في أوراش الدولة من أجل تعزيز نموه الاقتصادي. المغرب انخرط في برنامج للتسريع الصناعي منذ سنة 2014، والهدف هو إعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية للمغرب لتصبح منظومة مصنعة. وبالتالي فنحن أمام خيار دولة أثبت عن طريق طبيعة الحال الحكمة المولوية السامية والتوجيهات الملكية الرشيدة صوابه، وبالتالي هناك إرادة سياسية قوية تعكسها الاهتمام طبيعة الحال. والحضور المولوي السامي اليوم يؤكد هذه الأهمية، أي أننا اليوم نريد أن نصبح بلدا مصنعا وليس فقط بلدا لتوطين الصناعات الخفيفة، أو بلدا يبني برنامجه أو نموذجه الصناعي على يعني إذا صح التعبير توليفات قد تكون محدودة في الزمان والمكان. وبالتالي اليوم أمام هذه الإرادة السياسية القوية، المغرب أصبح اليوم قبلة لكبار وكبريات الشركات على الصعيد الدولي التي تريد أن تستوطن المغرب من أجل تعزيز قدراتها الاستثمارية وتعزيز قدراتها الإنتاجية. المغرب منح كل الامتيازات وكل التسهيلات ولا زال من أجل أن يصبح بلدا يعني يصنع الطائرات بنسبة 100%. وبالتالي التشكيل المولوي السامي اليوم يشكل نقلة نوعية في مجهودات الدولة المغربية من أجل أن يتمكن المغرب من صنع طائرات 100% مغربية أو 100% مصنعة في المغرب. وبالتالي هذه الشركة اليوم تبحث عن معروض استثماري جذاب متكامل مستقر ضامن بطبيعة الحال تطور هذه الشركات. وتلكم إذن اليوم إشارة قوية وقوية جدا بأن جاذبية المغرب الاستثمارية لا زالت حاضرة. المغرب لا يسعى فقط لتطوير صناعاته من أجل تطويرها، وإنما لتكون في صلب العملية التنموية. نحن أمام نموذج تنموي جديد يراد له أن يكون نموذجا دامجا وموزعا للتنمية بصفة متوازنة. طيب لنتابع ما قاله السيد رياض مازور وزير الصناعة فيما يتعلق بهذا المركب. اليوم سيدنا الله ينصرو أعطى الانطلاقة ديال مشروع مهيكل بالنسبة لصناعة الطيران المغربية. اليوم المغرب دخل في نادي الدول اللي كيصنعوا محرك ديال الطائرة. كاين عدد ديال الدول قليلة اللي وصلت لهذا المستوى. هذا يتحقق بفضل الرؤية ديال سيدنا الله ينصرو في جل المجالات، التكوين المهني أولا، أيضا الاستراتيجيات الصناعية المتتالية، البنية التحتية والانفتاح للاقتصاد الوطني. هادشي كله تبنى خطوة بخطوة، طوبة بطوبة، باش نوصلوا لهذا المستوى اللي وصلوا ليه عدد قليل ديال الدول. يركز السيد مازور دكتور أشيبان على مكانة المغرب وهذا التموقع على الساحة الدولية. ليتك تشرح لنا أكثر ما هو التموقع الحقيقي للمملكة المغربية اليوم في سوق صناعة الطيران في العالم، وهل من آفاق واضحة لهذه الصناعة خاصة عندما نتحدث عن صناعة المحركات؟ ليتك تشرح لنا ما معنى هذا في اللغة الاقتصادية.
كنعرفوا بأنه المغرب يسعى إلى إيجاد موقع في سلاسل القمة في العالم، لا سواء في نعم. صناعة السيارات أو صناعة اليوم اللي كنهضروا عليها الصناعة الخاصة بقطاع الطيران. وبالتالي بدينا استراتيجية واضحة بدأت قبل يعني منذ اعتلاء الملك محمد السادس على العرش. كانت هناك يعني نية واضحة لجعل المغرب من بين الدول اللي عندها موقع متميز في هذه الصناعات. وبالتالي بدينا كيف ما قال السيد الوزير خطوة خطوة نؤهل البلد، البنية التحتية، نؤهل الموارد البشرية اللي يمكن لها تستغل، ولكن خدمنا على الجاذبية ديال الاستثمارات، لأنه ما يمكنش لينا يكون عندنا هذا النوع ديال الصناعات إلا ما قدرناش أننا نجذبوا المستثمرين الكبار في هذا القطاع وهم المصنعون الكبار. اليوم كنهضروا على شركة سافران كيف ما قلنا هي متواجدة في المغرب منذ 25 سنة، وهذا الشيء كيعكس بأن كاين واحد العمل اللي بدا واليوم تعطي النتائج ديالو. كيف ما قلنا رقم المعاملات انتقل الى ما خانتنيش الذاكره سنه 2004 ما كناش كنحققوا حتى مليار درهم في رقم المعاملات. اليوم حنا كنتجاوزوا 26 مليار درهم، وبالتالي هناك قيمه مضافه صناعيه كبيره اللي بدات كتبان وتتعزز الموقع ديالنا وتدعم الصادرات ديالنا. اليوم كنعرفوا انه من بعد كورونا الازمه اللي عاشها العالم كان هناك طلب كبير على الطائرات في العالم، وبالتالي المصنعين كان عندهم مشكل كبير انهم يلبيوا الطلب الكبير. وبالتالي هنا المغرب بدا كيبان كالفاعل رئيسي، عنده هامش كبير اللي يمكن له يستقطب المستثمرين ويعطيهم البدائل ويشكل حل بالنسبه لهذا المصنعين انهم يجيو يوطنوا الاستثمارات ديالهم في المغرب باش يرفعوا رقم المعاملات ديالهم، باش يخلقوا سلاسل توريد اللي توصل المنتوجات ديالهم الى جميع المناطق في العالم اللي هما كيطمحوا يوصلوا لها. بالتالي هنا المغرب كيعطي البنيه التحتيه المؤهله، كيعطي الموارد البشريه المؤهله، كيعطي الموقع الجغرافي اللي قريب، كيعطي كذلك ان المغرب اقتصاديا عنده اتفاقيات تبادل حر اللي كتجعل ان التبادل ما بين المنتوجات اللي كتصنع في المغرب وتتكون عندها المنشأ المغربي سهله الولوج الى اسواق كثيره، الاتحاد الاوروبي، العالم العربي، امريكا، كاع هذه الدول عندنا معهم اتفاقيات تبادل حر كتخلي المستثمر انه يمكن له يولج لها بكل سهوله، ويمكن له كذلك يدخل حتى المواد الاوليه اللي هو كيستعملها في الصناعات ديالو بكل سهوله، لانها غالبا معفيه من الرسوم الجمركيه، عندها امتيازات كبيره. كذلك الدوله من خلال يعني الدعم ديالها ديال الاستثمار من خلال مختلف البرامج اللي كانت في هذه 20 سنه الاخيره واخرها الميثاق الاستثمار كتعطي حوافز كبيره بالنسبه للمستثمرين، كتدخل كطرف يعني داعم واساسي وضامن لهذه الاستثمارات. طيب اريد ان اعود اليك دكتور خالد الشيبان لتحدثنا عن هذه الحوافز لان تفاصيلها مهمه جدا، ساعود اليك لاحقا. دكتور مهدي فقير، عندما نقول ان المملكه المغربيه تريد ان تعزز هذه العلاقات الوثيقه الموجوده مع اكثر من الطرف داخل اراضيها وتريد ان تكون جاذبه لاستثمارات اخرى، هل في الميثاق الاستثماري الجديد هناك رؤيه واضحه لهذا الهدف؟ وهل نمتلك الترسانه القانونيه الكافيه لاستثمارات ضخمه كهذه؟ نحن نتحدث في هذا الصدد عن عمالقه الصناعه على المستوى الدولي. الأكيد سيدتي الكريمة، وسبق وذكرت بأن خيار التصنيع هو خيار استراتيجي، وهنا على قطاع يعني صناعة الطائرات هو رهان ينبع من وعي المملكة بأن هذه يعني قطاع صناعي استراتيجي. ميثاق الاستثمار جاء بالجديد حيث خرج من التموقع الكمي إلى التوقع الكيفي، بمعنى أن هناك تحفيزات استثمارية لقطاعات اعتبرت قطاعات استراتيجية، ولذلك هناك تحفيزات خاصة بهذه القطاعات. ونحدث بالأساس عن سنعود إلى التحفيزات. أنا ما يهمني أن أعرف هل هناك أرضية قانونية لذلك؟ هل عندنا قضاة متخصصين؟ ماذا فعلنا في التحكيم الدولي في حالة نزاع؟ أنت تعرف كما قلت سابقا رأس المال جبان، وعنصر التوقع في الاقتصاد هو عنصر ذا أهمية استراتيجية. هل هذه النقطة موجودة واضحة تماما لها أرضية ثابتة نقف عليها؟ سيدتي الكريمة، أثبتت التجربة بأن المغرب يتوفر على أفضل التشريعات على الصعيد الدولي، لأن مجمل التشريعات
التي تؤثر العمل العام، وخصوصا ما تعلق منه بمجال الأعمال، هي مستمدة ومستنبطة ومقتبسة من الأعراف الدولية. كما أن التعاقدي بين الشركات، خصوصا الشركات متعددة الجنسيات، واضح في هذا المجال، بحيث يرجع الأمر إلى المحاكم الوطنية في المملكة، كما إلى غرف يعني التحكيم على الصعيد الدولي إذا اقتضى الحال. وبالتالي المغرب كما سبق وذكرت ورحلنا ذلك في عدد من يعني قضايا التحكيم على الصعيد الدولي، المغرب أثبت بأنه يحترم اليوم بطبيعة الحال مجال الأعمال ويشجعه وله جاذبيته. المغرب مرتبط بعديد اتفاقيات حماية الاستثمار مع العديد من دول العالم، والنزاعات هي يعني ترى لماما بطبيعة الحال، لأن المغرب ولله الحمد يحمي المستثمرين ويحمي الاستثمار. والدليل ما رأيناه اليوم، أين هناك المستثمرين راضون على حماية الاستثمار، أي أن التشريعات والقضاء أو النظام القضائي في المغرب وكذلك المجال التعاقدي هو يحمي مجال الاستثمار كذلك ويشجع عليه. وبالتالي شخصيا أعتقد أن هذه المسألة محسوم في أمرها، ونحتاج بطبيعة الحال إلى تطوير هذه المنظومة في قادم السنوات لتشمل الصناعات الاستراتيجية، والحديث بالأساس على صناعة الفضاء، الصناعات العسكرية، الصناعات الثقيلة إلى غير ذلك. طيب، لنتابع ما يقوله أو ما قاله السيد أوليفي مدير مجموعة سافران فيما يتعلق بهذا المشروع. إن اختيار إقامة المركب الصناعي الجديد لمحركات الطائرات بالمغرب لم يكن من محض الصدفة. مجموعتنا اختارت بلدا يتمتع بالكفاءات والبنيات التحتية الحديثة وإطار ماكرو اقتصادي مستقر، لكن الأهم من ذلك أننا استرشدنا بالثقة المستمدة من الزخم الذي يقوده الملك محمد السادس من أجل جعل المملكة منصة صناعية تنافسية على الصعيد العالمي. دكتور خالد الشيبان، استمعت للسيد مدير مجموعة سافران هو يتحدث عن بعض من أسباب اختيار المملكة المغربية لمواصلة العمل الجبار الذي تقوم به هذه الشركة والتي طورت كثيرا كذلك من صناعاتها. كنت تتحدث من قبل عن الحوافز التي يعطيها ميثاق الاستثمار الجديد، ما هي الحوافز التي تبدو مغرية لعمالقة الصناعة مثل سافران مثلا؟ وهو دخول أول حافز هو أن الدولة تدخل كشريك أساسي مع داعم لهذه الاستثمارات. يعني اليوم حضور جلالة الملك لهذا النشاط هو في حد ذاته ضمانة بالنسبة للمستثمرين بأن الدولة المغربية يعني تضمن لهؤلاء المستثمرين جميع حقوقهم وممارسة نشاطهم بكل أريحية. اليوم هناك في المغرب ميثاق الاستثمار، يعني كثر الحديث عنه في السنوات الأخيرة. هذا الميثاق يعطي للمستثمرين اللي باغيين يجوا المغرب ويديروا استثمارات على حساب نوعيه الاستثمارات بحيث تحفيزات كبيره، واذا كانت الاستثمارات اللي عندها طابع استراتيجي يعني استثمارات كبيره وتيفوق الحجم ديال الله بجد يا جماعة، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. لما نشوف كده يا جماعة كل يوم طبعا بنسمع عن التقدمات والإنجازات، وأنا عرضت فيديوهات كثيرة جدا عندي على القناة قبل كده عن إنجازات المغرب، يعني بتصدر باسم المملكة المغربية وباسم الوطن العربي كله حول العالم. دي منتجاتنا يا جماعة وصلت للعالمية، دي حاجة جميلة جدا طبعا لما نشوف كده. وكمان المشاريع، يعني مشاريع تصنيع السيارات، تصنيع هياكل الطائرات، دي حاجة مهمة جدا يا جماعة. مفيش أي دولة تقدر تقوم عليها غير إن الدولة فعلا اقتصادها قوي، دولة فعلا تكون عندها عملة صعبة يعني تقدر توفرها عشان تقدر تشتري المنتجات دي. دي حاجة فعلا جميلة جدا. يعني أنا بتمنى من كل قلبي التقدم والتطور دايما يا رب دولة المغرب والجميع الدول العربية والإسلامية، اللهم آمين يا رب العالمين. والمنتجات طبعا الدول العربية كلها تتصدر حول العالم كلها باسم طبعا الوطن العربي كله. نكمل مع بعض. الاستثمار فيها يعني مبالغ معينة، هناك تحفيزات كبيرة جدا، وهناك منح كذلك تمنحها الدولة. هناك ما يتعلق بالإعفاءات من الرسوم الجمركية، هناك ما يتعلق بالإعفاءات من الضرائب، هناك التسهيلات الخاصة يعني عندما نتحدث على مناطق التسريع الصناعي، مناطق التسريع الصناعي يعني كتعطي المنتوجات اللي كتصنع فيها بمجموعة من الامتيازات. هناك ما تمنحه الدولة من تأهيل وتكوين
اليد العامله. اليوم كنهضروا على قطاع الطيران وعلى هذا المشروع، خصنا نذكروا بان هناك معهد المتخصص في مهن الطيران في النواصر بعين المكان، فيه اليوم شباب كيتكونوا باش يولجوا لهذه المصانع ملي يتم يعني تكون واجده. وبالتالي الدوله المغربيه ملتزمه بانها توفر جميع ما يلزم لنجاح المستثمرين ولتعزيز جاذبيه الاستثمار. شفنا الاتفاقيات اللي توقعوا ما فيهاش قطاع الصناعه فقط، فيها قطاع الداخليه، فيها قطاع الانتقال الثقيل، فيها مجموعه من المؤسسات يعني ديال الدوله اللي اليوم ستفعل كل ما يلزم باش تضمن لسافرون او غيره، لان اليوم سافرون كيوقع ولكنه يعزز بطريقه غير مباشره الثقه لباقي المستثمرين في القطاع، وتيقول لهم بامكانكم تجيو للمغرب، كل شيء مزيان، كاين استقرار، كاينه بنيه تحتيه. اليوم شفنا رئيس الشركه تحدث على 3 أشياء، تحدث على الاستقرار، تحدث على البنيه التحتيه المؤهله، وتحدث على الموارد البشريه المؤهله. وهذو هما الاشياء اللي تطلبهم اي مستثمر قبل ما يدخل لاي بلد، لان بلا بهم ما يمكنش يكون نشاط. واليوم المغرب كيقوم بدور كبير، يعني باشياء كبيره باش اكيد هناك مشاكل، ولكن هناك كذلك عمل كيتقام باش نحلوا هذه المشاكل، باش نوقف الارضيه تكون مزيانه بالنسبه للمستثمرين باش يثقوا ويستثمروا، وبشكل غير مباشر كيعطيو اشارات لباقي المستثمرين انه يمكن لهم يجيو يدخلوا المغرب ويستثمروا. عشنا هذا الشيء في قطاع السيارات وشفنا اليوم النجاح اللي تيحققوا وفين وصلنا في التصدير ورقم المعاملات. فما كاين حتى حاجه كتمنع اننا ما نعاودوش نعيشوا نفس الشيء في قطاع الطيران، وخصوصا ان هناك عنايه من صاحب الجلاله باينه واضحه. حضوره اليوم هو ضمانه كيقول بان الدوله المغربيه كتوضع هذا القطاع ضمن الاولويات ديالها، وبانها مستعده لتوفير كل الظروف للمستثمرين باش يكونوا النشاط ديالهم مضمون وفعال في المغرب. طيب الأستاذ المهدي فقير، استمعت للأستاذ خالد شيبان وهو يتحدث عن هذه الضمانات الكبيرة التي تعطيها المملكة المغربية، ومن بينها أنها شريكة في هذا المشروع. في الحقيقة لا نعلم الكثير عن بنود اتفاق كهذا. هل هناك نسب نعرفها عن اقتسام الأرباح؟ كيف سيتم ذلك؟ هل هناك تعهدات باستثمارات لاحقة ببناء مثلا تنسيقيات، عمل مشترك، توسيع هذه الاتفاقيات؟ كيف يجري التعامل وفق أي قاعدة تقسم الأرباح مثلا؟ سيدتي الكريمة، نحن أمام فاعل في القطاع الخاص بطبيعة الحال له أن يستفيد من التحفيزات التي تقدمها الدولة وفق التشريعات، والحديث هنا عن تشريعين أساسيين. الأول هو بطاقة الاستثمار، وثانيا الاتفاقية حماية الاستثمارات التي تربط المغرب بفرنسا خاصة وبالدول المستثمرة بصفة عامة. وبالتالي اليوم أمامنا فاعل اقتصادي له بطبيعة الحال منظوره وطريقته في أولا الاستثمار. نعلم أنه المجهود الاستثماري ليس مربحا في السنوات الأولى، يحتاج الأمر إلى بعض الوقت من أجل أن يكون مربحا. ثانيا الأكيد أن عددا كبيرا من هذه البنود تبقى طية السرية لاعتبارات يعني بديهية تتعلق بطبيعة الحال الشركات بعينها ورغبتها في الإبقاء على يعني التكتم والسرية التي تطبع بطبيعة الحال بنودها التعاقدية، على أن هذه الأخيرة بطبيعة الحال هي وفق التشريعات والقانون المغربي. وبطبيعة الحال تتعدد بطبيعة الحال التوليفات التعاقدية التي تعتمدها هذه الشركات، وبالتالي لا نتوقع على هذه المعطيات. لكن بالنسبة لنا المهم أننا أمام استثمار نوعي تريده المملكة المغربية وتبحث عنه المملكة المغربية. الحمد لله قطعنا أشواطا، وكل المستثمرين مرحب بهم طالما ينخرطون في هذه الدينامية وهذه الاستراتيجية. نحن لسنا أمام يعني استثمار عادي، كان الأمر كذلك منذ سنوات. نحن نتقدم ونتوجه بثبات نحو صنع طائرة 100% مغربية، بمعنى أن اليوم صنع محركات الطائرات ونقلة نوعية تاريخية. وتحدث الأستاذ أشبال منذ قليل على الضمانات، أعتقد أن هناك ضمانة سيادية بالتدشين المولوي الكريم والسامي، وهذا هو المطلوب اليوم. إشارة قوية للمستثمرين في جميع القطاعات الاستراتيجية والحيوية بالمجيء وبطبيعة الحال توطين صناعتهم في المغرب، فسوف يجدون كل التحفيزات وتكون بطبيعة الحال مشاريعهم محماة بالقانون المغربي والتشريعات المغربية، وسوف يقدرون على جميع التحفيزات لذلك.
طيب لنتابع بعض الشهادات لبعض الشباب الذين يتلقون تكوينا في هذه الصناعة. انا من الشباب اللي تحت لهم هذه الفرصه باش يكونوا جزء من هذه الفورماسيون من وبكده طبعا يا جماعة يكون الفيديو انتهى. يعني ده مشروع واحد طبعا، احنا عرضنا فيديوهات كتير عن مشاريع مختلفة في دولة المغرب، كلها مشاريع مفيدة. وكمان انا كنت عارضة فيديو يا جماعة لمشروع مواد غذائية، وجالي عليه تعليقات كده، الناس بيقولوا لي انت ده مشروع عادي يعني كل دولة بتقوم عليه. انا عايزة اقول لكم المشاريع الغذائية دي يا جماعة اهم المشاريع اللي بتقوم عليها الدولة، لان كل بيت او كل واحد فينا بيحتاج المواد الغذائية، مفيش غنى عنها. انتوا فاهميني؟ فده برضو في حاجة مهمة جدا، ان احنا يكون عندنا مشاريع يعني بتقوم على كده، ان هي تصدر مواد غذائيه لينا، ان احنا طبعا نستفيد بيها ونصدرها حول العالم او في اي دوله عربيه باسم المملكه المغربيه. دي حاجه طبعا جميله جدا، ما تستهونوش بيها وما تستقلوش بيها. دي حاجه عظمه يا جماعه لما نشوف كده منتجاتنا بتغزو العالم. بسم الله ما شاء الله. يعني بجد الفيديو جميل جدا، يا رب دايما في تقدم وازدهار، ويا رب دايما كده يصلح الاحوال في جميع الدول العربيه والاسلاميه. شكرا جدا لحضراتكم ومتابعيكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلامة لحضراتكم.